بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ ونقول بسم الله. هنعمل 4 فطاير، 3 فطاير سجق اسكندراني، وعليهم صدور مدخنة. تمام، صدور رومي مدخنة، وعليهم جبنة كيري، وعليهم شوية صوصات بقى وكده ونبدأ بقى ايه نقطع الجبنة ايه، نقطع السجق الاسكندراني قصدي. تمام، زي ما انت شايف كده. ما تنساش تصلي على النبي، تشترك في القناة، تضغط ضغطتين على زر اللايك. اوعى ضغطة واحدة، لا ضغطتين. تمام، او ضغطة واحدة كفاية عشان ممكن تدوس ضغطة والضغطة التانية تلغي اللايك. تمام. فخلينا نقطع بقى السجق الجميل، سجق اسكندراني، عشان يستوي بسرعة. وما تنسوش طبعا تخشوا تتفرجوا على الفيديوهات اللي عندي، هتعجبكم جدا. واي سؤال طبعا انا في انتظاركم في الكومنتات. تمام. متنسوش بقى يا جماعة تدعوا لنا، وان شاء الله الواحد يعني بيدعي للجميع، وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب. نقطع السجق شرايح كده، والشرايح بنقطعها الشريحة 2. تمام، عشان ما ياخدش وقت في التسوية، عشان بس ايه تبقوا عارفين كويس جدا. ممكن بقى تشوحوا على طاسة حتة سمنة، ممكن في الاير فراير شغال، ممكن في الميكروويف شغال، براحتك حسب ما انت تحب، حسب متوفر عندك برضك، يعني مش فاهم. بس كده، يعني نكمل تقطيع. جبنا طبقنا الجميل عشان ايه ننجز. نحطهم في الميكروويف بقى يستووا، بياخدوا من دقيقة لدقيقة ونص، دقيقتين بالكتير يعني. تمام. هنا كنا بنظبطهم في الميكروويف بحيث ان يتفردوا عشان ما ياخدوش وقت. تمام، ظبطنا الميكروويف، شلنا طبقنا، شلنا قطعتنا الجميلة. هنجيب بقى ايه الورق الجميل بتاع الفطير. في ناس سألت على الورق يا جماعة في الكومنتات، بيقولوا لي بتجيب منين الورق بتاع السندوتشات والفطير. ده يا جماعة تروحوا عند أي واحد بيبيع شنط وأكياس وأي مستلزمات السوبر ماركت والحاجات ديت، قولوا له عايز ورق كبير أو ورق صغير على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، أو قولوا له وريني أحجام الورق، السندوتشات أو ورق الجبنة أي حاجة يعني. تمام، وهو يوريكوا ويقول لكم الأسعار وكده يعني. تمام. هنا بقى جبنا ال3 فطاير، حطينا جبنة كيري بالرومي. تمام، وادي تالت فطيرة. فخلينا نكمل بقى. بيقول لك اخويا هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكون بخير وسعادة يا رب العالمين. حبيبي يا غالي، عايز اعمل مشروع 100,000 جنيه يكفي محل سوبر ماركت. يعني مثلا اقسم قد ايه تلاجات متوسط السعر وتجهيزاته بكام بضاعة؟ لو ممكن ترد عليا في فيديو انا وناس نستفاد. حتى لو 100,000 مش هتكفي، ممكن دراسة جدول سوبر ماركت. وجزاك الله خير، وجزاك الله كل خير. بص يا حبيب قلبي، 100,000 جنيه هيبقى محل صغير. تدور على محل صغير، تمام، بحيث ان انت مثلا تجيب لك رفوف المحل في حدود 5,000 جنيه. تمام. و هتجيب مثلا تلاجة او تلاجتين ب20,000 جنيه، ادي 25,000. تمام، تلاجتين للعصاير، يعني تلاجة للكنزات وتلاجة للعصاير، ادي 25,000. وهتجيب استندين شيبسي ب5,000 جنيه، ادي 30,000 جنيه. وهتجيب تلاجة جبن مستعملة ب10,000 جنيه، ادي 40,000 جنيه. وبال60,000 جنيه هتجيب بضاعة. تمام، ال60,000 جنيه هتجيب بيها بضاعة وتتكل على الله وربنا يكرمك ان شاء الله. بس هي المشكلة مش في فتحة المحل، المشكلة في بعد كده، مشكلة في الاستمرارية، مشكلة في ان انت تحافظ على مالك، مشكلة ان انت تقف على الدرج بدنيتك، بحسابك، بفلوسك، بكل الكلام دوت. واصله لك؟ بس كده. هنا حطينا الروز بيف على الفطير، وحطينا السجق الجميل زي ما انت شايف. الفطيرة ما شاء الله تبارك الله، يعني واخدة حشو، مش محتاج انت تشوف، زي ما انت شايف قدام عينيك. تمام، زي ما انت شايف الصدور اللي بنقول عليها روز بيف عندنا. تمام، وادي تكملة السجق الباقي.
وهنا هنحط بقى الروز بيف ونكمل. ونجيب سؤال تاني كده على ما نقفلهم، نجيب سؤال تاني نحط صوص برجر، نجاوب على سؤال تاني يعني. فتعال نشوف السؤال دوت برضك. اخويا بيقول لي ممكن تقول لي طريقه القريش بالتحابيش ازاي، لان عامل دايت قاسي وما بحبش الجبنه القريش ومضطر اكلها، فبالله عليك قول لي احسن طريقه احبشها بيها. بص يعني بلاش ان انت تعمل دايت قاسي، وخصوصا احنا اللي وزننا بيزيد بسرعه، احنا ما عندناش حرق عالي. تمام. فتحاول ان انت تتمشى كتير. تمام. اما بان انت تعمل دايت قاسي بلاش، عشان هتحرم نفسك وبعد كده هتلاقي نفسك انفجرت في الاكل، وهتبقى افظع من الاول. تمام، يعني اسأل مجرب. تمام. بخصوص القريش بالتحابيش، خش على قناة لو نفسك تخس على اليوتيوب، هتلاقي فيه طرق كتير وهيفيدوك كتير. الناس ديت بتعمل حاجات لله كتير، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. وانت عايز تعملها بأحسن طريقة، يعني انا خدتها منهم. تجيب الجبنة القريش تحطها في الخلاط وتحط عليها معلقة زيت زيتون وتزود لبن عليها بالكمية اللي انت ايه تظبط معاك الجبنة القريش تخليها كريمي. تمام. بعد ما تطلعها تحط عليها فلفل الوان، فلفل اخضر، خيار، طماطم براحتك انت. كل ما تزود سلطة وشوية التوابل الحلوين بتوعك وتقلبها، هتاكل احلى جبنة في حياتك حرفيا يعني، وكمان صحية. تمام. فانا هعمل لها فيديو ان شاء الله، نعمل لها فيديو كامل وربنا يكرم. واهم حاجة ما تقصاش على نفسك يعني، فاهم؟ بس كده. تعالى بقى نزين السرفيز الجميل دوت. ما شاء الله تبارك الله. ادي التزيين يا جماعة، اللي حابب يزين ادي طريقة تزيين. يعني حاجة بسيطة يعني، مش ايه مش شغل. اصلالكو زي ما انت شايف، تاخدها حرف اكس كده، بعد حرف الاكس. تمام. تيجي من فوق كده تمشي الخط كامل. انت هتشوف الشكل في النهائي. احلى حاجة الشكل في النهائي. ما شاء الله يعني تبارك الله. طبعا ما تنسوش يا جماعة، الناس اللي وصلت لغاية الدقيقة 7، شكرا لكم بجد ان انتوا وصلتوا لاخر الفيديو، واثبت وجودك بتعليق ان انا كملت الفيديو للاخر. وادي ما شاء الله حبة البركة. دي كريب الرومي يا جماعة. تمام. حبة البركة زي ما انت شايف. تمام. واي سؤال طبعا اسألوه وانا يا جماعة هرد عليكم، بس يعني ايه، والله يعني الواحد يفضى كده وربنا يكرم ان شاء الله. نحاول نظبط ننزل فيديوهات اكتر، بحيث ان الناس ايه ما تزعلش مننا، وعلى الله التسهيل. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة ديت. ما شاء الله تبارك الله. ادي يا باشا الجمال. ما شاء الله. بس كده وصلت لاخر الفيديو. في امان الله.